السلام عليكم. المتابع للأحداث التي تحصل في الجنوب السوري سواء كان في درعا أو في السويداء وكذلك الشمال السوري، الشمال الشرقي طبعا السوري، نجد أن هناك اختلاف في طبيعة الأحداث التي تحدث في كلا المنطقتين. على سبيل المثال في المنطقة الشرقية الشمالية الشرقية يحصل هناك اشتباكات عديدة ما بين القبائل والعشائر وقواتها العسكرية وما بين القسد وذراعها العسكري الممتد إلى داخل دير الزور والرقة. وبالتالي في هذه الحالة قامت القبائل بطرد قسد من مناطق عديدة. أما في الجنوب السوري وخاصة في السويداء فنجد أن المطالب ما زالت مطالب سلمية، وصدر بيان من التنسيقيات الموجودة في السويداء تعلن عدة نقاط. أنها في النقطة الأولى تقول أنها لا تريد تعطيل الدولة ولا تريد أن تعطل مؤسسات النظام، وإنما تريد إسقاط هذا النظام، تحديدا إسقاط هذا النظام. الناحية الثانية تقول أنها هي جزء لا يتجزأ من سوريا الواحدة الموحدة، وأن تعم دولة العدالة والقانون، ولكن هناك تحفظ على كلمة دولة علمانية تحفظ حقوق جميع الأقليات وجميع الأعراق. هذه ناحية مهمة. كذلك أنهم الآن أغلقوا جميع مكاتب حزب البعث في السويداء، وهذه نقطة هامة جدا. النقطة الثالثة قاموا بإزالة الملصقات وصور الأب المقبور وولده من كافة مناطق السويداء. هذه نقاط هامة جدا علينا أن نعيها، وبالتالي هذه بداية لأن تكون فاتحة خير لسوريا عامة، ولكي نسقط هذه الطغمة الحاكمة التي تجبرت على الناس من عام 1963 وبالانقلاب العسكري الذي قام به حافظ أسد عام 1970 وأتى بهذا الوريث القاصر إلى الحكم. شكرا لكم. نأمل أن نعيش في سوريا حرة مستقرة.